البنت دي بتكون ماشية في طريقها للبيت، بس فجأة بتلاقي شخص شكله غريب ماشي وراها خطوة بخطوة، وعشان كده بتختار تدخل كنيسة عشان تبقى وسط الناس. بس الشخص الغريب ده بكل هدوء بيدخل وراها وبيفضل موجود لحد ما هي بتمشي. بس قبل ما بيخرج وراها من تاني بيظهر مسؤول في الكنيسة اسمه تشان، بياخد الراجل الغريب ده عشان يتعرف عليه لأنه أول مرة يشوفه في الكنيسة. وساعتها بنعرف إن الراجل ده اسمه يانج. تشان بيسجل بيانات يانج وكمان بيصوره، ولما يانج بيسأله هو ليه بيعمل كده تشان بيطمنه إن ده مجرد إجراء عادي، لأنه بيحب يكون عارف كل اللي بيزور الكنيسة بشكل شخصي. بس يانج بيقوله إنه مش ناوي يجي تاني لأنه دخل المرة دي صدفة أصلا. وتشان بيجيله تليفون فبيخرج يرد عليه، والتليفون ده بيعرفه بصدمة عمره، وهي إن مراته بتخونه مع المدرب بتاعها وكل شكوكه فيها طلعت صح. ساعتها تشان مش بيبقى عارف ينطق من الصدمة، بس بيمسك نفسه وبيدخل يكمل كلام مع يانج. بس يانج بيقول له إنه خلاص هيمشي، وتشان بيساعده يربط جزمته لما بيلاقيه مش عارف. ساعتها تشان بقى بيتصدم لما بيكتشف إن رجل يانج عليها جهاز مراقبة من الشرطة، بيتحط للمجرمين اللي لسه خارجين من السجن عشان يراقبوا تحركاتهم ويشوفوا لو ممكن يرجعوا لجرايمهم. يانج بيخرج من الكنيسة وبيلاقي في وشه بنت عمالة تبصله بتركيز شديد أكنها تعرفه ونفسها تروح تخلص عليه. البنت دي بيكون اسمها هوي، ضابط شرطة وعايشة مع والدها لوحدهم من بعد موت أختها ري، اللي بنكتشف إنها ماتت بسبب يانج، لأنه يانج بيطلع خاطف وكمان اعتدى على بنات كتير. ومن يوم حادثة ري أخت هوي وهوي حياتها متدمرة وواقفة عند اللحظة اللي فشلت فيها تنقذ أختها، فبقت بتلوم نفسها من ساعتها. وبالليل تشام بتجيله مكالمة من مراته بتعرفه إن بنتهم الصغيرة في راجل غريب راح ياخدها، وبتلومه لأنها طلبت منه يروح يجيب البنت وهو نسى. فتشان بيبقى هيتجنن وعلى طول بيجي في باله يانج، فبيدخل بياناته على النت وساعتها بيعرف كل مصايبه، وبيشك إن هو اللي خطف بنته. فبيروح عند بيته وبيلاقيه عمال يرمي حاجات في شنطة عربيته وهو كل شوية يتلفت وراه. هنا تشان شكه بيزيد، فبيتصل بالشرطة يبلغهم إنه يانج المجرم اللي لسه خارج من السجن خطف بنته. بس محدش بيصدقه لأنه مفيش دليل على كلامه. فتشان بيضطر يتصرف بنفسه وبيمشي ورا يانج بعربيته، بس بيتوه وبيفضل يدخل من طريق لطريق لحد ما فجأة بيلاقي عربية يانج وراه، ويانج نفسه بينزل يسأله أنت بتعمل إيه هنا؟ بس تشان مش بيرد، فيانج بيعرفه إنه خلاص هيكمل طريقه ويمشي. ساعتها تشان بينزل من عربيته بسرعة وبيدور في عربية يانج على بنته، بس مش بيلاقيها. فبيبص على رجل يانج بسرعة عشان يشوف جهاز المراقبة، بس برضه مش بيلاقيه. فبيخاف وبيرجع بسرعة لعربيته، بس يانج بيلحقه وبيضربه وبيحاول يخنقه كمان. فتشان بيدافع عن نفسه، وفي وسط ما هما بيتخانقوا تشان بالغلط بيوقع كانج من مكان عالي شوية، فبيقع على دماغه وبيموت. وتشان من كتر الصدمة مش بيبقى عارف يعمل ايه. وفجأة بيلاقي مراته بتكلمه بتقوله إن بنتهم طلعت في بيت واحدة صاحبتها وهي فهمت كل حاجة غلط من الأول. يعني كده تشان ورط نفسه في مصيبة على الفاضي. تشان من كتر خوفه بياخد جثة يانج وبيرميها من فوق منحدر، وبياخد الجاكيت بتاعه من على الأرض وبيركب عربيته وبيمشي فورا من المكان. ومن حظه بقى تاني يوم على طول هوي بتقرر ترجع لشغلها، وأول قضية بتشتغل عليها بتكون قضية اختفاء لبنت اسمها جين، ودي نفس البنت اللي يانج كان ماشي وراها أول ما خرج من السجن. وطبعا الشرطة بتكون شاكة إنه يانج هو السبب في اختفاء جين، لأنه اختفائها تم بعد خروج يانج على طول. ده غير إنه يانج أصلا قطع جهاز المراقبة وتخلص منه. الشرطة بعدها بتتحرك على بيت يانج بس مش بيلاقوه، فبيروحوا على الكنيسة اللي فيها تشان، لأنه ده كان آخر مكان يانج راحه. وتشان بيعرفهم إنه شاف يانج فعلا قدام بيته بيخبي حاجات في شنطة عربيته، عشان كده اتصل بالشرطة لأنه بنته كانت مختفية. بس بعدها على طول اتأكد إن بنته بخير، فرجع على بيته فورا. كلام تشام بيبقى منطقي بالنسبة لفريق التحقيق، بس هوي بحسها الأمني بتكون شاكة إنه تشام في حاجة غلط، خصوصا لما بتلاحظ صورة يانج عنده وكمان بتشوف جزمته المتغرقة بالطين. هوي بعدها بتروح تقابل دكتور نفسي اسمه كيم، كان مسؤول عن حالة يانج وبيدافع عنه بحجة إن يانج مريض نفسي اتعرض لإساءات وتعنيف وكمان اعتداء لما كان طفل. وبسبب شهادة كيم في المحكمة بيتحكم على يانج بعقوبة أخف من اللي كان هياخدها. وبسبب ده ري أخت هوي خلصت على نفسها بسبب حالتها النفسية اللي اتدمرت من بعد خطف يانج ليها. هوي بتلوم كيم لأنه بسببه أختها ماتت، وكمان دلوقتي بسببه يانج قدر يعمل جريمة تانية. بس كيم مش بيهتم وبيسيبها وبيمشي، وهوي وفريقها بعدها بيوصلوا لمكان عربية يانج، فبيروحوا يفتشوا المكان عشان يلاقوه. في الوقت ده بتكون مامة جين راحت الكنيسة عشان تقابل تشان وتدعي إنه بنتها ترجع بالسلامة. وساعتها
بيوصل لها خبر إن الشرطة لقت مكان عربية يانج، فبتاخد تشان وبيروحوا على المكان. وطبعا تشان وقتها بيكون متوتر جدا إنهم يلاقوا يانج يعني، لدرجة إنه من غير ما يفكر بيسأل الشرطة لو لقوا أي جثة. وطبعا هوي بتستغرب السؤال، لأنه مين قال أصلا إنه في جثة لسه، دي مجرد قضية اختفاء. تشان بعدها بيروح مع مراته عشان يقابلوا مجموعة من أصدقائها شغالين متطوعين في مستشفى. وهناك تشان بيتصدم لما بيعرف إنه في شخص راح المستشفى اللي هم فيها امبارح، وكانت راسه مليانة دم ولبسه كله متغرق بالطين، وشوية والإسعاف هيجي ينقله لمستشفى تانية. طبعا هنا تشان بيتوتر جدا وبيخاف، لأنه بيكون متأكد إن الشخص ده هو نفسه يانج، فبيدخل المستشفى عشان يخطفه. ساعتها بيشوف في السماء شكل غريب، تشان بيفسره على أساس إنها رسالة من ربنا ليه عشان يكمل في اللي ناوي يعمله وينتقم من يانج على جرايمه. تشان بيخطف يانج وبيحبسه في مزرعة مهجورة، وبيروح بعدها يحضر صلاة في الكنيسة عادي جدا ولا أكنه عمل أي حاجة. بس هوي لأنها شاكة فيه بتاخد عينة من الطين اللي في عربيته وبتلاقي عليها آثار فاكهة التوت، فبتروح على مزرعة التوت اللي تشان خاطف فيها يانج. ولما بتشوف يانج مربوط قدامها بتحس إنه جاتلها فرصة لحد عندها عشان تنتقم منه على اللي عمله في أختها، فبتطلع مسدسها. بس ساعتها بتفتكر جين وبتتراجع لأنها لو خلصت على يانج مش هتقدر تنقذ جين، فبتبدأ تفكه. بس في اللحظة دي تشان بيجي من وراها وبيضربها على دماغها فبتفقد الوعي. ولما بتفوق بتبقى مش فاهمة ليه تشان بيعمل كده، فتشان بيقول لها إنه عايز يتخلص من شر وإجرام يانج ويحقق العدالة، لأنه أكيد ربنا عايز ده، وطالما هي هتمنعه عن هدفه يبقى هيموتها هي كمان، ويبقى كده قدام الشرطة هي ويانج خلصوا على بعض. دي بتبقى خطة تشان، بس هوي بتقدر تهاجمه وبتنجح إنها تأيده بكلبشاتها. بس من حظها يانج وهو بيحاول يهرب بيبقى هيقع من السطح، فبتجري عليه عشان تلحقه وتعرف منه مكان جين، بس هو بيفلت من إيديها وبيقع يموت. ساعتها هوي بتحس بالذنب جدا لأنه للمرة التانية فشلت في إنقاذ بنت محتاجاها، ومن كتر إحساسها بالذنب بتروح تتكلم مع الدكتور كيم عشان تحاول تفهم منه حالة يانج أكتر. ساعتها بتشوف رسومات كان يانج متعود يرسمها، فهي بتقعد تفكر في معناها يمكن تطلع منها بحاجة. وبالصدفة والدها بيكلمها عشان يحكي لها عن شغله في الإنشاءات، وبيتكلم قدامها على شكل تصميم بيبقى مواصفاته شبه رسمة يانج كان دايما بيرسمها. فهوي بتفهم إنه ده بيت، وعلى طول هي وفريقها بتدور على كل البيوت اللي شبه التصميم ده لحد ما بيلاقوا البيت وبيلاقوا جين جواه. وبكده هوي بتكون قدرت تنقذ جين، وطبعا في النهاية تشان بيتسجن على جرايمه. وفي مشهد أخير هوي بتكون حابة تفهم إيه اللي يوصل راجل متدين زي تشان إنه يعمل كل ده، ولما بتواجهه بتفهم أخيرا هو ليه عمل كده. تشان لأنه مش متعود يغلط بحكم مكانته كرجل دين، مع أول غلطة عملها عقله مقدرش يتقبل ده، فأوهمه إن ربنا عايز منه يتخلص من يانج لأنه مجرم مؤذي، عشان كده حطه في طريق يانج وخلاه يوقعه عشان يموت، وبعدها ساعده يخطفه عشان يكمل خطته. ببساطة إحساس تشام بالذنب خلاه يبرر غلطه ويكمل فيه عشان يقدر يرتاح ويكمل حياته عادي. ولحد هنا بقى بيخلص فيلمنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واشوفكم بقى في ملخص جديد. سلام.